قال لك انا تزوجت في الصيف ديال 2016، وبحال اي راجل كنت نتمنى يكون عندي وليدات، ونشفت انا وليداتي تيلعبوا ويعمروا عليا الدار. ولكن للاسف السلام عليكم خوت الخواتات، اش اخباركم؟ كلشي بخير؟ مزيانين؟ ما عندكم باس؟ كلشي هاني؟ اليوم بغيت نحكي لكم قصه ديال واحد شويه قبل ما نعاود لكم القصه. المهم اللي اول مره غيشوف قناتي وكيعجبو هذا المحتوى ديال القصص، استغفار والصلاه على النبي بحال هذا المحتوى، يتوكل على الله ويدير لنا واحد جيم واحد اشتراك ولا ما عجبات. هذا واحد المتابع اسيدي طبيب، كما قال هو في القصه ديالو، قال لك انا طبيب في داكشي ديال المستعجلات، في طب المستعجلات. قال لك انا تزوجت في الصيف ديال 2016، وبحال اي راجل كنت نتمنى يكون عندي وليدات، ونشفت انا وليداتي تيلعبوا ويعمروا عليا الدار. ولكن للاسف الزوجه ديالي تاخر الحمل ديالها في داك العام الاول. قال لك انا ما اهتميت، ما ديتها في الموضوع، قلت هذه يلا البدايه يلا حنا تنتعرفوا على بعضياتنا وداكشي ماشي مشكل. ومن بعد داز العام الاول ما كاينه حتى شي حاجه، ما جابش الله. العام الثاني صافي السيد هو يدخل معاه المعقول، ولا تيقول نقدر انا نكون عاقر ولا شي حاجه، درجه ان الفحوصات زعما باش يسير يدوز ويدير فحوصات وداكشي كان خايف باش لا يكون هو عقيم ما تيولدش ولا شي حاجه. واخا هو عارف زعما شنو نوع الفحوصات وكيفاش، ولكن خاف من النتيجه لا تكون سلبيه. المهم من بعد تردد كثير تيقول لك ترددت بزاف، ولكن من بعد مشيت ديت الزوجه ديالي ومشينا درنا تحاليل، درنا الراديو، درنا الفحص بالاشعه، درنا كلشي داكشي اللي تيديروا الناس باش يعرفوا المشكل فين كاين. مع هو طبيب داك القضيه راه كانت زعما سهله. وصافي من يدوزوا كاع التحاليل داكشي داهم الدكتور ولا الدكتوره اللي دوزوا عندها، قال لي ما عندكم حتى شي حاجه، نتوما مزيانين. ولكن سبحان الله باقي الله سبحانه وتعالى ما رزقهمش الذريه الصالحه. صافي بداو كيمشيو عند اطباء مختصين، وقال لك من هنا بدات الرحله ديال العذاب، وبدات الرحله ديال التوهان، والناس المجربين هما اللي غادي يفهموا هادشي. اختارت قال لك الزوجه ديالي تمشي لعند اشهر الاطباء، فين سمعت شي طبيبه مشهوره كتمشي لعندها، دات ليها التحاليل، مشات عندها دوزت ليها كلشي، شافت التحاليل قالت ليها انت زعما ما عندك والو، راجل ما عنده والو، ما عندكم حتى شي مانع يمنعكم من الحمل. كيفاش هادشي؟ عاودت كشفت عليها، طلبت ليها تحاليل اخرين، دات كلشي، مشاو قال لك لعند اكثر من دكتور واكثر من اختصاصي واكثر، فين ما سمعوا شي حد يمشيو عندهم. صافي قال لك بدات الشهور كدوز والسنين كدوز، الزوجه ديالو صافي ولات حتى الياس كيدخل لقلبها مسكينه، تقول انا محال بقيت نولد. وهو قال لك انا سبحان الله العظيم حسيت واحد لا مبالاه غريبه، زعما اني ما بقيتش نسوق كما تنقولوا حنايا. صافي يطلع لي داكشي في راسي، طلعوا لي التحاليل وطباو غير مصاريف بلا حاجه، في الاخير ما كاينه حتى شي نتيجه، كلشي تيقول لك نتوما ما عندكم والو. صافي قرر انه يدخل زعما يكمل قرايته، يقرا في واحد الاتجاه اخر. هو طبيب ديال ديال المستعجلات وديال طب الكوارث. قرر باش يدخل دراسه عاوتاني ويدوز ماجستير العلوم الامراض الجنسيه باش يعرف هذا الشيء كيفاش، ويقرا مازال على الامراض الجنسيه وداكشي باش يعرف هذا العقم منين جاي. قالك في البدايه ما كانش الموضوع سهل، حيت الماجستير هذا مجعول بالاساس تيديروه اطباء النساء والتوليد، ولكن بعد محاولات ومن بعد طلعوا الهبوط عقبوا قبلوه في الكليه ودخل يكمل قرايته في هذا المجال. وهاد الفتره اللي هو تيقرا فيها خوه الصغير تزوج ورزق الله بمولوده بنت. قال كانت جميله جدا وعجبات الزوجه ديالو، عجبتهم حيت هما مشتاقين مساكن الذريه الصالحه، تاثروا بزاف. والزوجه ديالو باينه الله يعمرها دار، قال لك تهلات في مرت خويا وقابلتها وقابلت بنيتها،
بقات معاه في المستشفى هذيك الفتره ديال حيت المراه ولدات بالفتيح، وبقات معاه هي ديك الفتره تعتني بها وداك الشيء، تعتني بالبنيه حتى رجعوا. ومن رجعوا تاني للدار قابلتها حتى ناضت، ولكن قال لك كنت نحس بها وكنشوفها كيفاش تتألم وهي زعما انها حتى هي تمنات يكون عندها وليد ولا بنيه وداك الشيء. هاد الشعور راه سبحان الله المحروم راه تيحس به. ولكن كان قال لك ما تتبين زعما كتمشي شي بلاصه تتسد عليها تتبكي تبكي تبكي تتفش قلبها وتتخرج عادي. كاين هو تيشوفها غير بدك نص عين وداير راسو ما شايفاش، ومع ذلك تيشجعها وتيقول لها مزيان باش تنساي حتى شويه. ومع الوقت هاد الزوجه سبحان الله العظيم حست ببنتها وبقات فيها 3 سنوات ديال العقم وهي كتسنى وكتعتني بدريه ماشي بنتها وبمراه يلاه والده وداك الشيء. شويه القضيه ثقيله بزاف. هي داك الام قالوا ليها كاين شي عراف غادي نسيبتو، قالوا ليها كان شي عراف زعما شي واحد راقي نقولوا شي راقي يداوي العقم. وربما عندك سحر، ربما عندك ثقاف، ربما عندك شي حاجه اللي خلاتك ما تولديش. قالك هاد العراف ولا هاد الراقي معروف في الجرائد والمجلات وداك الشيء تعرفوه الناس بزاف. بقات في الاول ما بغاتش، ومن بعد قنعوها وقالوا لي ربما عندك سحر وهذه صافي اقتنعت فكر ممكن يكون السحر. مادام انا ما عندي والو، اي وحده في بلاصتها غادي يوقع لها هادشي. مادام انا ما عندي والو، شنو السبب اللي يقدر يخليني ما نكونش صافي قالتها ليا. انا قلت ليها اتقي الله، واش بتالنا الله باش نكفروا؟ تمشي عند عرافه ولا عند شواف ولا عند شي حاجه راه حرام هادشي. ربي غادي يعطينا من يبغي وغيجعلنا من بعد العسر يسر. كان عنده اليقين في الله سبحانه وتعالى ومتوكل عليه بالله راه غادي يعطيه الذريه الصالحه في واحد النهار. صافي تيقول اقبلت على الله سبحانه وتعالى وانطرحت بين يديه، يعني بالصلاه وبالزكاه وبالدعاء وصافي، وخلى اموره كلها وكلها الله سبحانه وتعالى. ولكن بعد العيالات لحوا على الزوجه ديالو باش تمشي لعند هاد العراف ولا هاد الشواف ولا راقي ولا الله اعلم. المهم هكا هو سماه عراف. وقال ليها ملي مشات عندو قال ليها انت ضحيه لسحر اسود وسود عليك حياتك، انا غنعالجك قبل فوات الاوان. ايوا سبحان الله على اي اوان تيتحدث. لقد جعل الله لكل شيء قدرا. ربي كل حاجه جعل لها قدر في واحد الساعه. ما يمكنش شي حد اخر يجيبها لك الا ما قدرهاش لك الله سبحانه وتعالى. اكد ليها هذا العراف بلا راه شفائها غيكون ساهل. قال لها شوفي يا بنتي انا عالجت كثير من الحالات وانا ما كنستعمل حتى شي حاجه في هذا في العلاج. صافي بعد الادويه اعشاب كنقرا عليهم ايات من القران وصافي وكنعطيهم للناس. وراه عالجت الكثير من امراء اللي في الخليج. انت شوفي الارشيف ديالي، وراها الارشيف ديال الناس اللي مقيدين تما. شو واش داكشي بصح ولا غير دايرو هو. ايوا السيده صافي اقتنعت. قال لها غادي ترسلي لي الا اقتنعتي ترسلي لي واحد المبلغ ديال $1000. عطاها رقم الحساب ديالو وقال لها مني ترسليه ليا تسبقي لي هذيك $1000. هذيك الساعه الكاتبه ديالي غادي دير لك موعد، غادي تحدد لك واحد الموعد باش تجي لعندي. صافي السيده دوزت لي الفلوس النهار قبل ما تمشي لعندو. صافي حددوا ليها الموعد باش نهار فلان الفلاني غتمشي عندو. هذاك النهار اللي قبل منه تيقول دخلت عليها للدار لقيتها شاده واحد نص ديال جورنال مع تشرقات ولا شنو. صافي شافتني بقات تشوف فيا شي نظرات غريبه ما فهمتهاش وهي تطيح وتتبكي وتغوت. قالك انا سولتها وانا خايف مالك شنو واقع ياك ما مات شي حد ياك ما شي حاجه. قالت لي شوف الصفحه، شوف صفحه الوفيات عندها، شوف راه فلان مات. قال لك انا حمد الله وشكرته. قلت لا الحمد لله انا نسحب شي واحد من العائله وهذاك عراف بن عراف
الا مات الله يرحمه ويغفر ليه اش غادي نديروا ليه حنايا؟ واش دخلك انت في هذا الموضوع؟ وهي تعاود ليه قالت لي انا راني صافي تعاقدت معاه وصيفط ليه الفلوس وكل شيء ومشى ولقى لا فلوس لا امل لا كل شيء حاجه ما بقات. كنت بغيت نرزقك زوج سعيد، بغيت نفرحك نعوضك على داك الشيء اللي محروم منه. قالت لي انا هذا هو راه ذنبي هذا، زعما اعترفت لي بداك الشيء اللي كاين اللي اسكت لي دخل قلبي سنين هذه وانا وحنا تنتسناو وما كاين حتى شي حاجه. ومني تنشوفك معلق ببنت خوك راه كتذبحني من الوريد للوريد في كل يوم 1000 مرة. مسكينة الله يكون في عوانها وفي عوان كل محرومة يا ربي. المهم قالك سكت. مني سمعت هذيك الهضرة بقيت ساكت واحد شوية وقلت ليها شوفي نتيا بحال تحرتي في البحر، الا كنتي غادي الزريعة غادي تنبت لك في البحر راه هكاك هادشي اللي تديري. راه قالها فين الايمان ديالك، فين الثقة ديالك بالله عز وجل، فين توكل على الله؟ واش ربي ما كاينش؟ حنا علاش نعلقوا امالنا كلها في شواف ولا عراف ولا شنو هو؟ ايوا الحمد لله. قال لك تنحمد الله ان القصه انتهت مع هذا العراف قبل ما تبدا. هو كان هذاك العام الاخر ليا باش نسالي القرايه ديالي، تعرفت على واحد الاستاذ كان تيدير لنا محاضره مره في الشهر، وكاع عنده مركز فرنسي للمساعده على الانجاب. المهم بعد ما طال على الحاله ديالي وعلى الوراق والتحاليل قال لي بلا ما تعطلوا، راه هاد الحالات ديال التاخر بحال الحاله ديالك اللي غير مبرره خاصها اطفال الانابيب، يعني زرع مجهري. قالك هادشي كنت خايف منه وما كنتش باغيه، ولكن مني ولا تيبان هذا هو الحل توكلت على الله. سولت شيوخ وداكشي قالوا لي هادشي راه حلال، زعما ما فيه والو الا كان معني من صلبك ولا غدير عمليه المراه غتكون طبيبه حتى هي مراه ماشي مشكل. صافي توكلنا على الله درنا العمليه، والعمليه راها صعيبه، الناس اللي مجربينها راه عارفينها صعيبه. قالت ليه الطبيبه مني سالات قالت ليه شوف دوز 10 ايام على موعد الدوره ديال المراه، الا ما جاتهاش صافي سير دير ليها اختبار الحمل ودير ليها تحليله باش تعرف راها حامله ولا لا. وبالفعل قالك تاخر الحيض ديال الزوجه، وكنت تنأجل هذوك التحاليل تنقول رب زعما خايف من هذيك النتيجه نتصدم. ولكن بعد ما دازت 10 ايام وكثر تتقول لي راه تاخرت عليا الدوره وداك الشيء، صافي ديتها للطبيب درنا التحاليل طلعوا سلبيين ما حاملاش. صافي قالك الكلمه الوحيده اللي قلت سبحان الله العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون، وصافي ورجعت. اما الزوجه قال لك واخا ما عرفت شنو نكتب ولا نعاود لكم راه ما غاديش نوصف لكم الحاله ديالها، كانت في حاله مسكينه. صافي انا قالك ما بقيتش قادره نشوف ليها في وجهها، عارفه كي غادي تكون الحاله ديالها من بعد ما صلنا النتيجه سلبيه. ولا قالك وسبحان الله كنا راجعين في الطوموبيل قالت لي واحد الكلمه اللي تفاجأت منها، قالت لي انا توكلت على ربي وظني بربي كبير وسيرزقني ربي، غادي يعطيني الله سبحانه وتعالى. العمليه قالك طبيعه الحال درناها في سريه تامه، ما قلناش للعائلات باش ما يعرفوا حتى حاجه، وفعلا بقى داكشي سري بيناتنا. وهذا الشيء مزيان لان فاش الحاجه توصل للعائله وداكشي تيوقعوا مشاكل وتوقع هضره وتا كان كاع ولاد يعيروك بيهم، وداكشي من الاحسن بنادم يكون ساكت. ايوا المهم قالك القصه واخا نعيا ما نعاود لكم راه ماشي بحال اللي كنتو عايشينها بتفاعلاتها بألمها بأمالها بكل شيء. المهم قالك فاش صافي خرجت النتيجه السلبيه وقلنا الدكتوره وداك الشيء فاش كنا راجعين قال لي واحد هذاك السيد اللي نصحو في الاول يدير هذيك العمليه ديال الاطفال الانابيب اللي هو بحال نقولوا مدير ديال
واحد دار مساعدة للإنجاب، يعني مستشفى مساعدة للإنجاب. قال لي هاد المرة غتعاوديها ثاني وأنا غنكون مشرف عليها. وبطبيعة الحال قلت لي واخا، غير ما بغيتش نخسر ليه خاطرو، ولكن بيني وبين نفسي ما بغيتش. كنت ايوا ملي كنت راجع لقيت واحد صاحبي فيوصلني معاه في الطوموبيل، كان يلا راجع من العمره. هذه هي الوقيته، هذه هي زعما النصائح، وخاصكم تسمعوا دابا مزيان هذا الجزء من الفيديو. قالك هذه هي نقطه التحول اللي كانت في حياه هذا الانسان. قالك ملي راجعين انا وصاحبي خدم واحد الكاسيطه في هذيك فاش كانوا على الكاسيطات وداكشي، خدمها في السجاله ديال الطوموبيل. قالك محاضره، ديك الكاسيطه جايبها معاه من السعوديه، محاضره العنوان ديالها اسباب منسيه. كان هذا هو العنوان ديال هذه المحاضره، الدكتور خالد الجوبير جزاه الله خير. قالك عاود سمعت هذا الشريط العديد من المرات، تنسمع ونعاود نسمع ونعاود، وكل مره كنكتشف حاجه جديده. قالك هو باللغه السعوديه كيقول لك تبع عيال واش بغيتي وليدات، عليك بالاستغفار وتخير اوقات الاستغفار. يعني تخير اوقات الاستغفار ليكن في قيام الليل ويوم الجمعه قبل ان يصعد الامام على المنبر. سمعوا لي مزيان هاد الكلمات، الاستغفار او في قيام الليل أو يوم الجمعة قبل أن يصعد الإمام على المنبر بعد صلاة الفجر تاني تستغفر. في السحر قالك ويلا بك سحر صعب ولا عندك هم ولا غم، عندك مشكلة، عليك بسورة البقرة، قم بها ليلك لا تتعب، قاوم وسيجعل الله بعد الهم فرجا. يا الله، الحل عند هاد الدكتور وأنا كنقلب عليه. قررت باش نقوم الليل بالبقرة كما قال الشيخ. دا الشهر الأول كنت نقاوم. الأمر ماشي سهل على الناس المقصرين أمثالنا اللي ما مداومينش على قيام الليل وبصور طوال. ذلك الأمر كان صعيب عليا في الأول، ولكن قاومت. وخا تنكون مريض كنوض تنقاوم وتنوض وتندير قيام الليل بسورة البقرة. ومني كنسالي كنجلس تنستغفر، واستغفار طول الوقت غادي جاي كنستغفر حتى ولفت، ولا داكشي عندي ساهل. وليت ديما كيوصل ليا الوقيته كنوض. داز قالك 4 شهور وزوجتي كتجيني واحد النهار قالت لي دازت 20 يوم على الحيضه ديالي ما جاتش، وانا خفت لا تكون عندي بحال ديك المره الاولى تكيس في المبايض، حيت المره الاولى فاش دارت الفحص الحمل كندير اطفال الانابيب وصدقت ما حاملاش، كان غير تكيس اللي اخر ليها الحمل، حتى ديك قوه الهرمونات وداكشي اللي كيعطيهم. ديتها قالك المصحه نجري بيها، دوزت ليها بنفسي لانه هو طبيب، درت ليها ليكوغرافي لقيتها الحمد لله. قلت لها انت يا حامل يا زوجتي العزيزه. يا الله، ملي سمعت هاد القصه وصلت لهادي انت حامل يا زوجتي العزيزه. يا الله والله العظيم الا بكيت 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 بكيت. كنت غير وحدي في الدار بقيت تنبكي ما عرفتش شحال، حيت ما يحس بالجمره غير اللي كواتو. ياك ما صدقتش، عقب درت ليها تحليل الحمل، يعني داك التحليل ديال الدم، وتاكدنا مزيان بلا راه حامله، وحمدت الله وشكرته بزاف 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 ربي الرحمن الرحيم. وقال لك وباقي ندعو لدابا بالخير في كل صلاه لهاد خالد الجوبير جزاه الله خير. بنتي الان تيقول ماشي الان ولكن من بعد ما دازت شي 8 شهور، قلت بنتي دابا عندها 8 شهور وكان تسنى واحد اخر، يعني الزوج ديالو صعبت حامله المره الثانيه. سبحان الله العظيم. النصيحه ديال الاخ الكريم قالك عليكم احبتي بالبقره.
حافظوا على البقرة والنية. اش خلاها الركراكي؟ النية والإخلاص لله سبحانه وتعالى في الطاعات وحسن الظن بالله. هي هذيك النية، نوي بأن الله سبحانه وتعالى غيعطيك إلا درتي هادشي، واستغفر لأن الذنوب ديالنا هي اللي كتمنع لنا الرزق. وإن شاء الله ربي يجعل لكم من كل هم فرجا ومن كل كرب مخرجا. وهذه هي القصة حكيتها لكم بكل تفاصيلها وبكل آمالها وآلامها. 4 سنوات اللي عانى هذا الشخص من الأمل والآلام، ولكن ولله الحمد. الواحد الأحد، اسألوه ولا تتعبوا من سؤاله، فمهما تعددت الأسباب فإنه هو الشافي. أوصيكم ونفسي بالإكثار من الاستغفار، وثيقوا أن البقرة هي مفتاح كل باب مغلق. البقرة ثم البقرة ثم البقرة. هذه هي القصة. أتمنى أن تأخذوا منها العبرة وأن تتوكل على الله. كل من عنده حاجة في نفسه توكل على الله.